هل هذا أسوأ مباراة تلعبونها أم أنها مباراة تطلعون إلى خوضها؟ وكيف تتقبلون هذه المباراة مع فرنسا؟ نعم، إنها مباراة مهمة وهي على المركز الثالث في العالم، وهو مباراة مهمة جدا لفريق كالمغرب. بعد الخسارة أمام فرنسا بالتأكيد خاب ظننا. نحن لعبنا كما قلت لكم لعبا جيدا ووصلنا إلى نصف نهائي كأس العالم، وبعد ذلك بعد تلك المباراة التي خضناها يجب علينا أن نكون سعداء وأن نكون فخورين بما أديناه. مساء الخير. السؤال للمدرب، هذا سؤالي من الكاميرون. سؤالي كالآتي: أنتم غدا ستواجهون كرواتيا في مباراة، وما الذي تقوله للاعبين؟ كيف ترسخ في نفوسهم ضرورة المثابرة في هذه البطولة أو في هذه المباراة، لأن هذه المباراة هي بقدر أهمية مباراة نصف النهائي. سؤالي لزكريا: أحسنتم عملا. عندما تفكر بالمباراة في مواجهة كرواتيا، كيف ستكون مختلفة عن المباراة التي لعبتوها معهم في مرحلة المجموعات؟ Yes, I think I have a good feeling about tomorrow. نعم، عندي شعور طيب حيال مباراة الغد. How they gonna play tomorrow? وكيف سنلعب غدا. أظن أننا سنلعب كما لعبنا في المباراة الأولى. إنها لن تكون مشابهة لأنها كانت أول مباراة في كأس العالم. So tomorrow we'll see. إذن غدا سوف نرى ماذا سيحدث. بالنسبة لي كيف أحفزهم؟ أنا لست بحاجة إلى تحفيز عناصر الفريق. أظن أنهم متحفزون لأنهم يمثلون المغرب، وكل مباراة تحظى بنفس القدر من الأهمية. هدف المباراة الغد هي أن نحتل المركز الثالث، وسوف ندفع بأقصى قوتنا. نريد أن نرفع تصنيفنا على في تصنيف الفيفا. طبعا أداؤنا في كأس العالم سيؤثر على تصنيفنا وترتيبنا في تصنيفات الفيفا، وبالتالي نحن نريد أن نظهر للعالم قدراتنا وطبيعتنا، وأن نبين للعالم ما هي طبيعة كرة القدم المغربية. السلام عليكم. السؤال الأول، عندي سؤالين لوليد الركراكي. السؤال الأول: ما رأيك بعد الأداء ديال الحكم المكسيكي في مباراة ديال فرنسا؟ ما رأيك بملك المغرب وما قاله عن تمثيل أو لعب المنتخب المغربي في مواجهة فرنسا، وبعد خسارتكم في مواجهة فرنسا ما هي فرصكم الآن وحظوظكم؟ هل أثر على تركيزكم في مباراة الغد؟ الجواب: كلا أبدا. لا ننسى أن فرنسا كذلك خسروا في مواجهة تونس، ونحن نعلم بأنه كانت عندهم مشكلة في التحكيم، ولكن دعونا لا نأخذ هذه التأهيلات ولا نحرمهم من المراحل التي عبرنا فيها. إن كان هناك أخطاء ارتكبت في التحكيم يجب علينا أن نبين ذلك، وكذلك حادثة بوفال. هل كانت ركلة جزاء؟ وهل منحت ركلة الجزاء؟ هل كنا سنتأهل إلى النهائي لو تم احتساب ركلة الجزاء؟ لا نعلم ماذا كانت ستكون مجريات الأمور. وكذلك مباراة فرنسا وخسروا في مواجهة تونس. طبعا هم اشتكوا عن ذلك. طبعا كل شيء متاح في المعارك. أظن أنهم كانوا محقين في هذا الأمر، لكن هذا لن يغير أي شيء عن الواقع الآن ونتيجة هذه البطولة. بالنسبة لنا نحن نتمنى كل التوفيق للمنتخب الفرنسي في النهائي. نعم، نحن نستحق أن نحظى بركلة الجزاء، وسفيان كان يستحق ركلة الجزاء. السؤال الثاني، ماذا كان السؤال الثاني؟
سؤال ثاني وليد، يعني كل شيء كان كيتحدث على خروج ديال المنتخب المغربي، نهاية قصة المنتخب المغربي في أنت عندما تحدثت عن الفريق وخروجكم من كأس العالم والجميع كان يتوقع خروجكم من كأس العالم، كيف حافظتم على تركيزكم؟ C'est pas la fin. On joue demain un match de troisième, quatrième place. هذه ليست نهاية الطريق بالنسبة لنا، ما زالت أمامنا مباراة، نحن ننافس على المركز الثالث، وأظن أن أي فريق في العالم حتى أفضل الدول عندما تلعب على المركز الثالث إنهم يلعبون من أجل تصنيفهم في الفيفا. ونعم، وبالتالي علينا أن نناضل. بالتأكيد هناك الكثير من البطولات القارية، وكذلك ستكون مهمتي بالنسبة لنا. لماذا نحن الآن أصبحنا في مكانة مختلفة، ليس فقط على الساحة الدولية بل حتى في أفريقيا، ونحن نريد أن ننمو، وجميع الدول تسعى إلى أن ترفع تصنيفها في الفيفا. الآن عندنا 4 سنوات لنفكر وندبر أمورنا فيما يتعلق بكأس العالم القادم، ولكن أمامنا الآن البطولات القارية، وسنحاول أن نحتل مرتبة أفضل فريق في أفريقيا. المغرب قدمنا كل ما عندنا ولا لقد أعطينا، نحن لا نندم على أي شيء، لقد بذلنا قصارى جهودنا، أتينا إلى هذه البطولة في أمل أن نفوز بها، ولكن علينا أن نواصل كل هذه وأن نستمر ونخوض كل هذه المراحل والأدوار من أجل المغرب، من أجل أفريقيا، وكنا نقترب أقرب فأقرب فأقرب. وإن حصلنا على المرتبة الثالثة سيكون هدفنا لكأس العالم القادم أن نحظى بكأس العالم، وهذا أمر لا يصدق بالنسبة لفريق إفريقي. السؤال، عندي سؤال للمدرب. نحن لم نفهم كل الفهم تصريحك عندما هل ستلعبون على المركز الثالث، وكم عدد اللاعبين المصابين عندكم؟ سؤالي للاعب، هل تكلمت إلى كورتش؟ هل أرسل إليك أي رسائل أو هنأ الفريق؟ Sur la traduction, ils me disent il n'a pas compris les déclarations. Mes déclarations sur quoi? Sur l'effectif. Dakle, nakon utakmice, after the game, بعد you told that nakon utakmice s Francuskom rekli ste na pres konferenciji da imate jako puno. بعد مباراتكم مع فرنسا قلت في مؤتمر صحفي أنك عندك العديد من اللاعبين المصابين، وكان عليك أن تنزل أو تشرك لاعبين آخرين، وهذا أمر غير معتاد في مباراة على المركز الثالث. On a pris un risque, mais je pense que ça va. نعم، رومانسيس قد أصيبت، جزفنا به ولكنها كانت تستحق. نحن كنا بحاجة إلى أن يقودنا في هذه المعركة، لأن يقود كتيبتنا تعرض للإصابة. كذلك عندنا لاعبين آخرين مصابين، كراوي على سبيل المثال تعرض لإصابة. لقد ضغطنا على لاعبين إلى أقصى حدود قدراتهم، ولكنهم ما زالوا يرغبون بخوض المباراة غدا، ولكن لن نجازف ولن نخاطر بلاعبين من أجل مباراة الغد، وخاصة قائد الفريق الذي قدم كل ما عنده وضحى من أجل هذا الفريق. أنا كلي ثقة، وأنا عندي ثقة بفريقنا، وأظن بأننا سنكون قادرين على أن نبذل قصارى جهودنا ونقدم أقصى قدراتنا في مباراة الغد. You forget the question. نسي السؤال. كان السؤال هل تكلمت إلى المدرب السابق؟ هل أرسل إليكم أي تهاني أو بارك لكم بالفوز أو أرسل لكم أي رسائل؟
Bonjour Walid, Ronan de Bein Sport. Je voulais connaître un petit peu votre السؤال من البي ان سبورتس. place dans l'histoire du sport de manière générale. أود أن تقول لي رأيك حول ما هي أهمية المركز الثالث. هل هي تسوية هل هي جائزة مواساة أم أنها مهمة؟ Honnêtement, pour pas faire de langue de bois, moi ce match de classement, بصراحة franchement, c'est toujours très compliqué. بالنسبة لي الأمر صعبا، الأمر معقد بالنسبة للفريقين سواء كرواتيا أو المغرب. نحن قد خاب أملنا لأننا خسرنا في نصف النهائي. لا أعلم إن كانت هي جائزة تسلية أم لا. أظن أنه من الأهمية بالنسبة لنا أن نخرج في المركز الثالث بدلا من الرابع. وإن لم أكن وإن وصلت إلى النهائي وأتينا في المركز الثاني فإنني سأقول الأمر ذاته بالنسبة لك. نعم، نحن خسرنا في نصف النهائي وسوف نناضل من أجل فريقنا، من أجل مشجعينا، وحتى إن فزنا في مباراة الغد فسيبقى الحال على ما هو عليه. خسرنا في نصف النهائي ولم نتأهل للنهائي. الأمر صعب بالنسبة لنا وكذلك بالنسبة لكم. نحن كنا نريد أن نلعب في مباراة النهائي يوم الأحد وليس مباراة الغد، ولكن كما قلت للاعبين هذه سابع نسخة من كؤوس العالم نشارك فيها. وبالتالي إن سألتم أي مغربي ما إن كنا سنبقى في الدوحة حتى 17 من ديسمبر سيكونون فرحين جدا بأن يسمحوا لأنفسهم أن يتخيلوا هذا الأمر، ولكننا ما زلنا أظن الآن لعبنا 6 مباريات في شهر واحد. هذا أمر لا يقدر بثمن لأننا من حيث الخبرة حصدنا قدر كبير من الخبرة والتجربة، وصلنا إلى مراحل متقدمة. وبالتالي نحن ندفع بهذا الأمر أكثر مما فعلنا من السابق. هذا أمر مفيد من حيث الخبرة ومن حيث التجربة، وبالتأكيد نحن سنقدم كل ما لدينا. نحن كبلد خاب ظننا. نعم، كانت الخسارة مخيبة للآمال، ولكنهم كانوا متعطشين لذلك الفوز. أنا أحب العقلية والذهنية السائدة بين أعضاء الفريق، وأمامنا مباراة يوم الغد على المركز الثالث وعلينا أن نحقق الفوز فيها.